السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي العسل؟ طمنا عليك، عملت ايه؟ يا رب تكون جبت نتيجة حلوة ان شاء الله وتكون مبسوط، وشوفك دايما ان شاء الله في كل الاوقات مبسوط. يا رب تكون بخير ان شاء الله. معادنا مع اول فيديو. بالمناسبة لو ما سمعتش حصة التأسيس انا سايبها لك في القناة، خش اسمعها ضروري قبل ما تبدأ المنهج. حصة في غاية الأهمية، مهمة جدا، هنحتاجها في كل الدروس اللي جاية إن شاء الله. المهم عشان ما أطولش عليك خلينا نبدأ الحصة. أنا مش هتقل عليك النهاردة، هديلك موضوع بسيط جدا جدا جدا. هنشرح النهاردة حل معادلتين. إيه يعني؟ هي الحصة المفروض متقسمة لجزئين عشان نخش بس في الموضوع على طول. إحنا عندنا النهاردة هنحل معادلتين من الدرجة الأولى. حلو. حل المعادلتين من الدرجة الأولى دي بالمناسبة في متغير واحد. الحل بقى في حل بياني وفي حل جبري، وأنا عارفك بتحب الجبر أكتر من الرسم البياني والكلام ده، لذلك هديلك النهاردة الحل الجبري. إن شاء الله الحصة اللي جاية هناخد الحل البياني. تعالى نبدأ كده، نقول بسم الله ونتكلم في الحل الجبري. تخيل معايا كده يا صديقي لو جيت قلت لك عندي س تربيع زائد 5 س ناقص 6 بالمنظر ده، وقلت لك حل المعادلة دي. هتقول لي بس كده كنت بفتح قوسين اهم س وس. حاضر. عايز رقمين اضربهم يديني 6 واطرحهم يديني 5. 6 في 1، 6 في 1 ب6 و6 ناقص 1 ب5. ولو إشارة الأخير سالب يبقى الرقم الكبير ياخد إشارة اللي في النص والتاني عكسه. لو كنت بقول لك مثلا إن المعادلة دي تساوي صفر فكنت بتقول دي تساوي صفر. وبنحل بقى، بنحل إزاي؟ بقسم صفحتي نصين، بقول إن 6 س زائد 6 تساوي صفر، س زائد 6 تساوي صفر، وس ناقص 1 تساوي برضه صفر. كنت بقول لك إن س تساوي ودي الموجب الناحية التانية بعكس الإشارة، والناحية التانية برضه ودي السالب الناحية التانية يروح بعكس الإشارة. كنت بقول لك إن س هي عبارة عن كام؟ سالب 6 و1، وتقفل القوس وشكرا، كانت مسألتك اتحلت. الكلام ده قلناه في حصة التأسيس. طيب النهارده بقى قبل ما امسح، انت دي عندك بنسميها ايه؟ دي بنسميها معادلة اهي. دي بنسميها معادلة. حاضر. من الدرجة الكام؟ كنت بتقول لي والله الدرجة هي أعلى أس. لو كنت قلت لك مثلا س تكعيب زائد 2 س تربيع كنت بتقول لي دي معادلة من الدرجة الثالثة. حلو. إنما دي معادلة من الدرجة الثانية. معادلة من الدرجة الثانية. ليه؟ لأن أعلى أس في المعادلة هو أس 2. دي معادلة تربيعية من الدرجة الثانية. طيب كويس. برضو إيه المفيد؟ أنا لسه ما فهمتش. أنا عايزك تفرق في المعادلات دي. مثلا زائد 3 س ناقص 5 دي معادلة، ودي معادلة. أنا هفهمك كل موضوع المعادلات. زائد 6 مثلا تساوي صفر، أو سيبك من تساوي. وكان عندي مثلا س زائد 7 تساوي صفر، وعندك مثلا 5 تساوي 5. كنت بقول إن هي دالة س. فاكر؟ دالة س مثلا، دالة س بتساوي 5 وكل الكلام ده كله. طيب برضه أنا مش فاهم. وكنت مثلا أجي أقول لك س زائد ص تساوي 3، وس تربيع زائد ص تربيع تساوي مثلا 5. إيه برضه الكلام اللي أنت فاهمه اللي أنت بتقوله ده؟ هفهمك كل حاجة. دي كلها عندك معادلات. دي معادلة من الدرجة الكام؟ عايزك ترد. الدرجة الرابعة. طب فيها كام متغير؟ كام رمز؟ انت عندك رموز مثلا س ص عين لام الكلام ده كله. هي فيها كام رمز بقى؟ والله انا شايف السينات بس. يبقى دي معادلة من الدرجة الرابعة في متغير واحد. طب دي معادلة من الدرجة الثالثة في متغير واحد. دي معادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد. ودي معادلة من الدرجة الأولى في متغير واحد. ودي معادلة صفرية. إنما دول بقى لا، استنى.
دي معادلة من الدرجة الأولى في 2 متغير، في متغيرين، إنما دي معادلة من الدرجة الثانية وبرضه في متغيرين. أتمنى يكون الموضوع سهل إن شاء الله. طيب أنا النهاردة بقى هحل معادلة من الدرجة آسف ركز بقى معايا. هحل مش معادلة، معادلتين بس من الدرجة الأولى. حلو. وفي متغيرين. تاني هحل معادلتين من الدرجة الأولى ولكن في متغيرين. عندك الطريقة الجبرية، هنحل جبريا. عندك طريقتين في الحل الجبري. عندك طريقة اسمها طريقة التعويض، طريقة ايه؟ التعويض. والطريقة الثانية اسمها طريقة الحذف. طريقة التعويض وطريقة الحذف، التعويض والحذف. أنا مش فاهم، بالمسائل هتفهم كل حاجة. تعال نقول بسم الله ونشوف المادة دي بتتحل ازاي. حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين جبريا. عندك طريقة التعويض وطريقة الحذف. تعال نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بطريقة التعويض. هنحل أكتر من مثال عليها عشان تفهم. يا مستر هنا طالب أحل بطريقة التعويض. حاضر. دول كم معادلة؟ معادلتين. كل معادلة فيهم كم متغير؟ متغيرين. لحظة كده أظن أنت شايفني. دول كم معادلة؟ معادلتين. كل معادلة فيهم من فيها كم متغير؟ متغيرين. بس من الدرجة الكام المعادلتين؟ من الدرجة الأولى. طيب إيه اللي أنا بعمله برضه؟ أنا لسه لحد دلوقتي مش فاهم. أقول لك ملخص الدرس. هات قيمة لأحد المتغيرات واجري عوض بيها في المعادلة الثانية. يا سلام. والله مثلا هنا، أو تعالى نبدأ هنا. ودي الصاد الناحية الثانية. حاضر. بقت 2 س تساوي 5 ودي ناقص صاد بقت زائد صاد. حاضر. ودي لي الخمسة الناحية الثانية بقت 2 س ناقص 5 تساوي صاد. أنا جبت قيمة للصادات أو للصاد عامة. جبت قيمة للصاد. صاد بقى أهي، صاد تساوي 2 س ناقص 5. بص بقى، سيبك بقى من معاك كده كله. خد قيمة صاد دي وتعالى عوض لي بيها هنا. تاني انت وديت الصاد الناحيه الثانيه او خليتها في طرف وحدها. طيب تمام. تاني وديت صاد الناحيه الثانيه وخليتها في طرف وحدها. صاد تساوي 2 س ناقص 5. طيب وبعد كده خد قيمه صاد دي وتعالى عوض لي بيها هنا. س دي تنزل زي ما هي زائد اهي 3 تنزل. حوش صاد وحط مكانها 2 س ناقص 5. 2 س ناقص 5 واقفل القوس. زائد 1 اهي. كل ده بيساوي 0. وزع ال3 على جوه القوس. السين تنزل زي ما هي زائد 3 في 2 س 6 س. 3 في سالب 5 سالب 15 زائد 1. كل ده يساوي 0. اجمع س و6 س 7 س. ناقص 15 و1 بناقص 14. وديها الناحية الثانية بموجب 14 اهي بتساوي موجب 14. اقسم على اللي جنب السين واقسم على اللي جنب السين. جبت س تساوي 14 على 7 فيها الكام؟ ال2. لا انا حاسس ان انا مش فاهم اي حاجه خالص. والله العظيم ما في اسهل من اللي انا قلته ده وابسط شرح. انا وديت الصاد الناحيه الثانيه جبت قيمه صاد طلعت 2 س ناقص 5. خدت قيمه صاد دياتي جيت عوضت بيها هنا. نزلت السين اهي نزلت زائد 3 زي ما هي. فتحت قوس عوضت بقيمه الصاد اللي هي 2 س ناقص 5 اهي. وحليت معادله عادي من اولى اعدادي. طب جبت لي س ب2 صاد تزعل تقول هات قيمتي انت كمان. حاضر. صاد تساوي 2 في س بكام؟ ب2. 2 في 2 ب4. 4 ناقص 5 بسالب 1. يبقى صاد طلعت بكام؟ بسالب 1. زي الشاطر كده تقول لي ان القيمتين عباره عن س بكام؟ تحط س الاول. س ب2 وصاد بسالب 1. خلصت المساله. مفيش اسهل وابسط من كده. خلي بالكم حصه النهارده مش هتاخد تلت ساعه او نص ساعه. طيب بس خلاص انت هتشرح بس نحاول بنفسك. طيب نقول بسم الله ونحل. بسم الله. ايه اللي انت عايزه؟ عايزك باستخدام طريقه التعويض تحل الاتي.
حاضر. والله هجيب قيمة للسين أو للصاد، هات للصاد أسهل. تعالى ودي الصاد الناحية التانية، يبقى س تساوي صاد زائد 4 أو 4 زائد صاد. طيب ودي الأربعة الناحية التانية، س ناقص 4 تساوي صاد. كده أنت جبت قيمة للصاد بس ناقص 4. شكرا. دي أنت جبت قيمة للصاد، هاتها وعوض بقى هنا. 2 س تنزل زي ما هي زائد صاد أهي. صاد بكام؟ بس ناقص 4. طيب يساوي كام؟ 11. معلش لو هتتعب معلش، ودي الأربعة الناحية التانية بموجب 4 وشيلها من هنا. 2 س زائد س 3 س تساوي 11 زائد 4 15. اقسم على 3 واقسم على 3. 3 مع 3 راحت، اتفضل عندك س تساوي 15 على 3 فيها 5. جبت س ب5، تعالى اعوض هنا. ص تساوي 5 ناقص 4 تطلع ب1. كده جبت س ب5 وص ب1 زي الشاطر. تقول له هفتح زوج مرتب كده. س بكام؟ 5، ص بكام؟ 1. خلصت المسألة. اللي بعديه هيقول لك على طريقة الحذف على طول. تعال نخش كده نجيب شوية مسائل نحل الأول بالتعويض، بعد كده نشوف موضوع الايه؟ الحذف ده. مثلا نقول بسم الله. تعال نحل شوية ايه الست مسائل الجمال دول. أول مسألة هو مديها لك جاهزة، ص تساوي 2 س، خدها عوض بقى هنا. يبقى س دي تنزل زي ما هي زائد 2 تنزل، أحوش ص وأحط مكانها 2 س ناقص 3. كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 4. اضرب الاثنين في 2 س، نزل دي الأول زي ما هي زائد 2 في 2 س ب4 س موجب في سالب بسالب 2 في 3 ب6. كل ده بيساوي 4. اجمع س و4 س 5 س، واديني دي الناحية التانية بموجب 6. 4 زائد 6 يبقى كل ده يساوي 10. ارجع بقى اقسم على 5 واقسم على 5. 5 مع 5 راحت، س تساوي 10 على 5 فيها الاثنين. جبت لي قيمة س، ارجع هات قيمة ص. س ب2 س ب2 س ب2 س ب2 يبقى ص تساوي 2 في 2 ب4، 4 ناقص 3 1. يبقى زي الشاطر افتح زوج مرتب 2 1. خلاص، اتمنى الموضوع يكون سهل. خش على المثال اللي بعديه. بيقول لك حل. حاضر، ما انا هحل، ما انا هلعب يعني هحل. حاضر ما تزعقش. طيب ماشي مش هزعق. تعالى هنا ودي لي الصاد الناحيه الثانيه، او ما تيجي هنا تحل. بص طب اقول لك على حاجه، ودي الصاد الناحيه الثانيه. س تساوي 1 زائد ص، ما دي ناقص صاد راحت الناحيه الثانيه بموجب صاد، يبقى 1 زائد صاد. خد قيمه س دي وعوض مكانها هنا. يبقى شيلها كده وحط مكانها 1 زائد صاد، وزائد صاد تنزل اهي. كل ده يساوي كام؟ يساوي 5. اجمع ص زائد ص ب2 ص، والواحد وديه الناحية التانية بعكس الإشارة بناقص 1. 5 ناقص 1 4. أقسم على 2 أقسم على 2. 2 مع 2 راحت. ص تساوي 4 الاتنين فيها الاتنين، يبقى ص ب2 ص ب2 ص ب2. يبقى حوش دي وحط مكانها 2. س زائد 2 بتساوي 5 أهي. س زائد 2 تساوي 5. ودي الناحية التانية بناقص 2، يبقى س تساوي 5 ناقص 2 3. زي الشاطر افتح قوس قول إن س ب3 وص ب2. تاني انا جبت س ب2 دي ص ب2 وس ب3 طيب نحل هنا مثلا مثال تاني. هسيبك انت مثلا حل المثالين دول اهو. س بصاد يبقى تحوش س وتحط مكانها صاد. صاد زائد 3 صاد تساوي 8، يبقى 4 صاد تساوي 8. اقسم على 4 واقسم على 4، يبقى صاد تساوي 8 على 4 فيها الاثنين. جبت صاد ب2 بما ان س بتساوي صاد، يبقى صاد ب2 وس ب2 اهو. حل بقى ايه شويه التدريبات دي، تدريبات في غايه الاهميه، تدريبات جميله جدا. طيب خش على الطريقه الثانيه وهي طريقه الحذف. ركز معايا. طريقه الحذف على فكره لو انت فهمت التعويض هتفهم الحذف. نقول بسم الله. ركز بقى معايا. بيقول لك باستخدام طريقه الحذف، اسمع الكلمتين الجمال دول مني. لو قال لك حل بطريقه الحذف حط لي المعادلتين فوق بعض. حاضر، ادي 2 س ناقص ص تساوي 5. حط دي تحتيها س زائد 3 ص تساوي. ازاي تساوي دي؟ زائد 1. ما انت ودي دي الناحيه الثانيه خليها ناقص 1 عشان الارقام تبقى تحت بعض والمتغيرات تحت بعض. طيب ركز بقى في الجمله الجميله اللي هقولها دي. اضرب احدى المعادلتين في رقم
بحيث يكون الرقم ده لما اجي اجمعه مع المعادله الثانيه يديني احد المتغيرات بصفر. لا انا مش فاهم اي حاجه خالص. حاضر، خد اي من المعادلات دول، اي واحده من المعادلتين دول اضربها في رقم، اضربها في رقم اهو، اضربها في اي رقم بحيث لما اجي اجمع المعادله دي مع المعادله دي واحد من المتغيرات يتحذف يطير. واحد يقول لي انا هضربها في 3، 2 في 3 ب 6 س ناقص 3 في ص ب 3 ص تساوي 3 في 5 ب 15. تاني يبقى انا ضربت المعادله دي كلها يا مستر في 3. 3 في 2 س ب 6 س، 3 في سالب ص بسالب 3 ص تساوي 3 في 5 ب 15. لو جيت جمعت سالب 3 ص هتروح مع موجب 3 ص، واجمع 6 س وس 7 س تساوي 15 و1 15 وسالب 1، 15 وسالب 1 14. اقسم على السبعه، اقسم على السبعه، 7 مع 7 راحت، وتفضل عندك س تساوي 14 على السبعه فيها الاثنين. اللي انت مش فاهمه انا هفهمه لك اهو تاني اشرح. خلي بالك انت جبت قيمه س ترجع تعوض بصاد اهو. 2 س يعني 2 في 2 ب 4، وتودي الناحيه دي الثانيه 4 ناقص 5 يبقى ص تساوي سالب 1. تساوي سالب 1 كده، تفتح قوس تقول لي 2 وسالب 1. تاني للي مش فاهم اشرح الكلام ده تاني من اول وجديد. اللي انا قلت لك عليه اول حاجه هتحط لي المعادلتين فوق بعض. ادي 2 س ناقص ص تساوي 5. المعادله الثانيه س زائد 3 ص، وادي لي الموجب 1 الناحيه الثانيه بناقص 1. عايزك تضرب احدى المعادلتين في رقم بحيث لما اجي اجمع المعادلتين مع بعض احد المتغيرات يتحذف. هتضربها مثلا حد يقول لي اضرب المعادله دي في سالب 2 لان هتبقى سالب 2 س، ولما اجي اجمعها مع موجب 2 س ده يطير. كلامك صح. اضرب دي في سالب 2، سالب 2 في س سالب 2 س حاضر، سالب 2 في موجب 3 بسالب 6 ص تساوي سالب 2 في سالب 1 بموجب 2. واللي في النص دي اقول لها باي باي كده، انت مالكيش لازمه. اجمع دي راحت مع دي، سالب ص سالب 6 ص سالب 7 ص سالب 2 دي 5، 5 زائد 2 ب7 تساوي 7. اقسم على سالب 7 واقسم على سالب 7 يطلع ان ص تساوي سالب 1. انا لسه جايبها من بدري سالب 1. تعال عوض بقى في المعادله دي. 2 س اهي ناقص ص يعني ناقص السالب 1 يعني زائد 1 تساوي كام؟ 5. يبقى 2 س تساوي دي زائد 1 تيجي ناقص 1، 5 ناقص 1 4. اقسم على 2 واقسم على 2 يبقى س تساوي 4، الاثنين فيها الاثنين. جبت س جبت ص حطهم بين قوسين، س ب 2 وسالب 1 نفس اللي انا لسه حليته. خلاص يبقى طريقه التعويض الحذف سهله. هتضرب احدى المعادلتين في رقم بحيث لما تيجي تجمع المعادلتين مع بعض احد المتغيرات يتحذف. طيب تعال نشوف 3 4 امثله تانيين. هنا مثلا خلي بالك اي معادله من المعادلات دي تتحل بالتعويض او بالحذف عادي. خلاص طيب نقول بسم الله. 2 س ناقص ص حط المعادلتين تحت بعض. 2 س ناقص ص تساوي 3 وس زائد ص تساوي 9. يا مستر ده انا مش لازم اضرب، ده هم اصلا معمولين لوحدهم. لما تيجي تجمع 2 س وس 3 س انا بجمع دي مع دي راحت تساوي 3 و9 12. اقسم على 3 اقسم على 3، 3 مع 3 راحت، س تساوي كام؟ 4. جبت س ارجع هات ص. س ب4، 4 زائد ص تساوي 9. 4 وكام ب9 يبقى ص تساوي 5. جبت س وص زي الشاطر، افتح قوسين حط السينات ب4 حط الصادات ب5. خلصت. خش على المسألة اللي بعدها. يا مسهل حط لي المعادلتين، انا عايز اسمع صوتك. حط المعادلتين فوق بعض. ادي س زائد 5 ص تساوي 4، الناحية الثانية 2 س ناقص 5 ص تساوي 11. زي الشاطر هم اصلا لوحدهم مظبوطين. طيب اجمع 2 س وس 3 س دي راحت مع دي 4 و11 15. اقسم على 3 اقسم على 3 يبقى س تساوي 15 على 3 فيها
5. جبت السينات ارجع هات الصادات. فين؟ س ب5. احنا هنا 2 في 5 ب10 ناقص 5 صاد تساوي 11. 10 دي ودي الناقص 5 صاد الناحية التانية وهات ال11 الناحية دي. لحظة كده. 2 س 2 في 5 ب10. طيب تعالى هنا ممكن نعوض هنا أسهل. 5 ودي ال5 الناحية التانية بسالب 5 يبقى 5 صاد تساوي -1 يبقى صاد تساوي -5 يبقى س ب5 وصاد بسالب 5. جبت السينات جبت الصادات عوض 5 وسالب 5. تعال المسألة اللي بعدها. طيب بتقول ايه المسألة اللي بعدها؟ بتقول لك رقم 5 حط المعادلتين أول حاجة تحت بعض. بس يا مستر دي السينات في طرف والصادات في طرف، خلي السينات والصادات مع بعض زي دي يبقى س زي دي آسف يبقى ود الصاد الناحية التانية يبقى هنا س ناقص صاد تساوي 4 وهنا دي 3 س زائد 4 صاد تساوي 5. عايز رقم. حد يقول لي اضرب في -3. يا جماعه اضربه في عكس الرقم ده، عكس رقم السينات ده. 3 اضرب في -3. فهمت؟ اضرب في -3 واجمع. -3 في س -3 س -3 في سالب صاد بموجب 3 صاد -3 في 4 بسالب 12 وارميها كده ايه احذفها من هنا. اجمع 3 مع -3 راحت 4 و3 صاد 7 صاد 7 صاد تساوي 5 ناقص 12 -7 تطلع صاد بسالب 1. جبت الصاد بسالب 1 ارجع هات السين شوف هتطلع بكام. آخر مسألة هحلها في الجزئية دي واسيب لك انت بقى المعاصر مليان أسئلة وتدريبات. حط 3 س زائد 2 صاد تساوي 4 دي تحتها س ناقص 3 صاد تساوي 5. اضرب في عكس ده او فاهم احنا بنعمل ايه؟ اضرب في عكس ده في -3 وحل بقى يا معلم. -3 في س -3 س -3 في -3 بموجب 9 صاد -3 في 5 بسالب 15 واحذف اللي في النص. خلاص تعالى بقى اجمع دي مع دي راحت 2 و9 11 صاد تساوي 4 ناقص 15 11 بالسالب. تعالى بقى هات الصاد. صاد تساوي اقسم على 11 اقسم على 11 11 سالب 11 على 11 -1. جبت الصادات بسالب 1 ارجع هات السينات نفس الفكرة هتحل المسألة. مفيش أسهل وأتفه من كده. اشرح لك بس آخر جزئية وهي جزئية التطبيقات. يقول لك عددان نسبيان مجموعهم 14. افرض ان العددين مثلا س وصاد يبقى س وصاد يقول لك مجموعهم يبقى س زائد صاد مجموعهم بيساوي كام؟ 14. دي معادلة الفاصلة دي يعني دي كده أول معادلة. تاني معادلة ضعف أكبرهما. هفرض إن صاد أكبر من س. خلاص صاد أكبر من س يبقى ضعف أكبرهما ضعف الصاد يزيد يعني ناقص. كلمة يزيد عن يعني ناقص. 3 أمثال أصغرهما 3 أمثال أصغرهما يبقى س بمقدار 3 يعني يساوي 3. خلاص أهو زي ما كاتبهم لك هنا 2 س ناقص 3 صاد. يا بس أنت كاتب 2 صاد ناقص يا ابني ما هو فرضية أنا فرضت إن صاد هي الكبيرة. هو هنا فرض إن س هي الكبيرة. وحل بقى يا سيدي المعادلتين مع بعض. هتحل بالتعويض ولا بالحذف؟ براحتك دي متاح معاك ودي متاح معاك. لو هتحل مثلا بالتعويض ود الصاد الناحية التانية يبقى س تساوي 4 ناقص صاد. خش من هنا وعوض 2 صاد تنزل ناقص 3 تنزل. خش السين وحط قيمتها 4 ناقص صاد كل ده يساوي كام؟ 3. 2 صاد تنزل ناقص 3 في 4 بناقص 12 -3 في سالب صاد بموجب صاد كل ده يساوي 3. صاد و2 صاد 3 صاد الناقص 12 وداها الناحية التانية بموجب 12 12 و3 15 اقسم على 3 اقسم على 3 دي مع دي راحت. صاد تساوي 15 على 3 فيها 5. جبت الصادات هات السينات. س زائد 5 تساوي 4 كام زائد 5 يديك 4 -1 يبقى س بسالب 1. جبت السينات جبت الصادات حطهم بين قوسين أو س بسالب 1 وصاد لحظة كده صاد ب5 وس بسالب 1. فين كده في حاجة غلط.
طب ادي المعادلتين، س زائد ص اوه انا غلطت في حاجه، صح، هي دي مش باربعه هنا، دي ب14، دي ب14. ماشي تعالى نحلها تاني خلاص. عمال اقول في حاجه غلط يا عزيزي، مش تقول لي طيب، مش تقول لي، هناخد نفس المثال ونعمل معادلتين هم يعني خلاص. عددين نسبيان س زائد ص تساوي 14. هنحل المثال ده تاني اهو. وضعف اكبرهما، ضعف اكبرهما يعني 2، انا هعتبر ان الصاد هي الكبيره، 2 ص ناقص 3 س يزيد عن يعني ناقص بمقدار 3. هات لي الصاد الناحيه الثانيه عشان تجيب قيمه س، يبقى س تساوي 14 ناقص ص. تعال عوض بقى بس دي هنا، 2 ص تنزل ناقص 3 تنزل، خش السين وحط قيمتها 14 ناقص ص، كل ده بيساوي 3. 2 ص دي تنزل زائد 3 ص يبقى 5 ص، 2 ص و3 ص 5 ص، الناقص 42 تروح الناحيه الثانيه بموجب 42، 42 و3 45، اقسم على الخمسه، اقسم على الخمسه، ص تساوي 45 على 5 فيها التسعة. جبت الصلاه ترجع هات السنان. الصاد بتسعة اهو، س زائد 9 تساوي 14، كام و9 14؟ 5 و9 14. جبت السينات جبت الصادات، يبقى س ب5 وصاد ب9. ممكن تحلها بطريقة الحذف. أتمنى تكون حصة النهاردة سهلة ولذيذة. أشوفك إن شاء الله الحصة الجاية في الحل البياني. متنساش لو عجبك الفيديو تشير الفيديو ده مع أصحابك، وألقاك على خير إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.